انا بعمل حاجه حلوه مره واحده بس في الاسبوع، وبقالي 3 اسابيع بكرر نفس الطاجن ده. وعلى فكره ده طاجن بطاطا بس مش بالبشاميل، ومش عارفه اذا كان كتير منكم يعرفوه ولا لا، بس تعالوا اقول لكم الطاجن ده ايه. اول حاجه انا بجيب البطاطا عندي اي حاجه، بنقعها كويس جدا، بغسلها كويس قوي، وبعدين بجيب حله عندي وبحط فيها ورقه زبده. بالمناسبه انا مش هشوي البطاطا عندي في الفرن، الطريقه دي سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص، والبطاطا بتطلع مكرمله وزي العسل. بحط كل كميه البطاطا اللي انا عايزه اسويها وبغطيها بورقه زبده تاني. بتاكد ان انا غطيتها كويس جدا، بجيب نص كوبايه ميه وبحطها على ورقه الزبده بالشكل ده، وبغطيها وبرفعها على البوتاجاز. الاول بشغل عليها النار عاليه، وبعد كده بهدي عليها النار خالص. في اقل من ساعه هتاخدوا بطاطا وكانها مشويه على عربيه البطاطا. هتلاقوها بتتقشر معاكم بسرعه جدا، وهتلاقوا الانسجه بتاعتها من جوه دايما. من ساعه ما عرفت الطريقه دي وعايزه اقول لكم ان انا تقريبا ما بقيتش اشوي بطاطا في الفرن خالص الا نادرا. وطبعا انا ما بحبش اقشر البطاطا قبل ما اسويها، لا بحب الاول اسويها وبعدين اقشرها. وبعدها سبت البطاطا تبرد شويه، وبعدين قشرتها، حطيت عليها بقى نص كوبايه لبن، وكمان ضفت عليها باكيت فانيليا بالسكر من تاج الملوك، وده شكلها الجديد. هقلب كل ده بقى كويس جدا واركنه على جنب. هجيب الطاجن اللي بيدخل الفرن وادهنه زبده او سمنه زي ما انتوا عايزين. ممكن تضيفوا معلقتين عسل على البطاطا، او ممكن تكتفوا بالسكر اللي هيكون موجود عندنا في الطبقه الثانيه. هنا بقى هسيب البطاطا عندي على جنب في الصينيه، ونروح نعمل الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ 4 كوبايات لبن، وعليهم بقى 4 معالق كبيره كاسترد بالفانيليا من تاج الملوك بشكله الجديد. عايزه اقول لكم احنا ناسيين الكاسترد يا جماعه. الكاسترد ده من حاجات اللي احنا زمان اتربينا عليها. ميكس البطاطا بالكاسترد من الحاجات اللي انتوا لو جربتوها حقيقي بجد هتعملوها اسبوعيا زي ما انا عملتها كده. هتعجبكم انتوا والولاد جدا، صحيه، ما فيهاش سكر كتير. يعني انا هنا استخدمت 4 كوبايات لبن، قدامهم 4 معالق كاسترد، عليهم 4 معالق سكر بالظبط. عندي هنا الخليط بقلبه الاول على البارد، وبعدين برفعه على النار لحد ما اوصل للقوام ده، اضيفه عندي هنا على البطاطا. هنا بقت جاهزه عندي البطاطا بالكاسترد. مش عايزه اقول لكم قد ايه خطيره. هسيبها تبرد شويه وبعدين احط عليها زبده او سمنه، بتاخد كده طبقه خطيره جراتان في الفرن وتبقى جاهزه على الاكل. طبعا احنا مش بنستناها تبرد، احنا بناكلها سخنه بتبقى خطيره، لكن طبعا ممكن تستنوها لحد ما تبرد وتحطوها كمان في التلاجة وتستمتعوا بيها وهي ساقعه. في كل الاحوال لازم تجربوها وترجعوا تقولي رايكم فيها، وقولوا لي كده كنتوا بتحبوا الكاسترد وانتوا صغيرين ولا لا.